فانزات اشطر كتكوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقول لكم ايه، ما تيجي نعملوا كبده؟ والله نعمله كبده. بصوا بقى، الناس كلها اللي عماله تشتكي ان الكبده ريحتها زفره، هنقول لكم على طريقه سهله وسريعه وبسيطه تستخدموها. يلا بينا. بصوا بقى، الكبده بتاعتي دي على فكره كبده مش بلدي، كبده عاديه يعني فيها ميه او فيها دم، هتحطيها في مصفى تصفي، انما دي انا مصفياها والناشفه ما فيهاش حاجه. هنجيب كده ليمونه بلدي اهي وهنعصرها عليها كلها. الحركه دي بنعملها وانا حاطه الكبده في المصفى، بس هي متصفيه فملاتها مش محتاجه انها تتحط في المصفى. هننزلوا عليها بدقيق خل، ما تكترش، انا سمعت ان الخل ده مش حلو ومش صحي. معرفش بقى الكلام ده بصحيح ولا بجد، مش عارفه. هنجيب بقى المعلقه ونغطها بقى هوبا دبل كيك شقلباظ ونشقلطها كله في قلب بعضه، وقلبي بقى، قلبي من يمين لشمال لشمال ليمين وفوق وتحت وتحت وفوق، اديله ود اديله ود اديله ود واديله لحد ما تاخد على عينها. بعد طبعا ما قلبتها بالشكل ده هوبا كانت هتقع، نركنها شويه لحد ما ياخد كله مع بعض ونعمله الخلطه بيضه بتاعتنا. يلا بينا. هجيب بقى الهون بتاعي واحطه كده، واجيب 5 6 فصوص توم وننزل فيه. هنجيب بقى قرن فلفل موحوح موحوح، عايزاها تبقى حراقه تحطيها بالبتاع بتاعها اللي هو دوت، مش عارفه ده بيقولوا عليه تقاوي ولا ايه، بس بيبقى نار نار نار. احنا عندنا في العيون الكبير صغير ما بتحسش بالحروقه. هتجيبي شويه كزبره ناشفه واي شويه بهارات وانزلي بيهم، وطبعا فلفل وملح عشان ما يبقاش ملح. هو شكل الحاجه بعد ما حطيتها. يلا بينا ندقها. وبالهون بقى كنا ناخدهم نمسكهم ندوهم حته دقه. دقيته انا بقى بالشكل ده. صلوا بينا على النبي ويلا نكمل. انا فضيته كده في بوله. انت على فكره الخطوه دي ممكن تعملها في الخلاط، هتعصري معاها الليمونه كده وتحطي لها بقى شويه الخل اللي هنحطهم دلوقتي وتضربيهم مع بعض في الخلاط. بس انا بحب اعملها في الهون ليه؟ عشان بتفكرني بالعيد الكبير عندنا. بس احنا بقى في العيد الكبير بنعمله توم كتير كتير كتير، والكبده دي بنعملها في حله كبيره، وساعات بقى بنعمله كانون. عارفين الكانون؟ اكيد انتوا عارفين. واقلب بقى كل اللي انا عملته كده مع بعضه. شمين الريحه فظيعه فظيعه جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. بقول لك يا اختي، قبل ما نبدا الخطوه تاني بالله حطي لي لايك، حطي لك يا اختي. بصوا بقى، جبت الطاسه بتاعتي اللي هي اكبر مني شخصيا، عشان زي ما انتوا عارفين ان انا قصيره ومش طايله ورقي ناشف، بس قلت يا بنتي عادي كل يوم عشان فنزات اشتركتكم. يعني نحطها كده على البوتاجاز. بس دي تقيله جدا وشعلها يا مدير. عادي شويه زيت تكاتك وننزل في الطاسه. على فكره الكبده دي بتحب الزيت كتير، بس انا مش هزود زيت ليه؟ عشان مستخسره. انا هننزل بقى بالخلطبيط اللي احنا عملناها ونقول بسم الله. وشك والزيت. يلا قلبي 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 قلبي. بعد ما التوم كده خد لون وريحته طلعت، ننزل بيه على الكبده عليه اي حاجه اي حاجه، محدش يركز، ونقول بسم الله. وقلبي بقى كده كله مع بعضيه. بعد كده ما ابتدت تاخد لون بقى، هناخد رشه زنجبيل ونرشها بسم الله، اللي هو اسمه زنجبيل ولا جنزبيل يا ولاد. وننزل بقى بقرنين فلفل باردين زي الناس البارده الموجوده في حياتنا. كله مركزي كل اللي انت حطيتيه مع بعض ووطيها النار علشان كده ايه تستوي على نار هاديه ما تنشفش منك. تاكدي بقى ان انت بعد الوصفه دي هتاكلي اطعم والذ بشويه كبده هوهو يستاهلوا كرشك. يلا بينا بقى نعمل شويه صلصه للمكرونه. احنا عاملين كبده لازم يبقى في مكرونه. هنجيب شويه زيت تكاتك وننزل بيهم. كتري الزيت للمكرونه هتطلع معاكي كده بريفكت. بعد بقى ما الزيت سخن هننزل بالطماطم ونقول بسم الله. اللهم صل على النبي. وملح وفلفل فقط لا غير، مع مكعب واحد مرقه. اهم حاجه التقليب، وسيبها بقى تسبك على نار هاديه. نغطي عليها بقى ونعمل لها لايك. ما تحطي لك بقى يا اختي انت وهي. الله. بصوا بقى الصلصه سبكتها كده على الاخر. بصوا بالشكل ده. هتجيبي بقى كوبايه من ميه بتاعت السلي بتاعت المكرونه وهتضيفيها على الصلصه بسم الله. ليه بقى؟ تخليها تتلحلح كده معاكي شويه، مش تتلحلح تتكلم، لا يعني تبقى جاريه. وتقلبيها بقى كده كويس بالشكل ده. هجيب بقى حله المكرونه بتاعتي اللي هي اكبر مني شخصيا، وهنزل فيها بشويه زيت بسم الله. ونخلي الزيت بقى يسخن جامد وننزل بالمكرونه بسم الله. وامسكها بقى اقلبها جامد كله في بعضه كده هوبا دبل كيك شقلباظ، وشقلط المكرونه في قلب الزيت. وندلق بقى الصلصه فوقيهم ونقول بسم الله. بنرجع تاني لعمليه التقليب. اهو كده خلصت كده المكرونه بالشكل ده. شوفوا حلوه ازاي وبحالها صلصه وجميله. اللمعه دي بقى من الزيت. ونغطيها بقى ونسيبها شويه على النار، على نار هاديه خالص متوسطه. وطبعا بقى الاكل ما يحلاش غير بشويه بطاطس محامير في الصلصه المحروقه وشعلها يا مدير. ونراعي الرسم شويه زيت بسم الله. ونقول بسم الله بقى وننزل بالبطاطس وندحرج التماسي ونقول روحي الله معه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه لها شويه ملح في الميه عشان تبقى ملحانه منها فيه. متنسوش تقولوا لي بقى البطاطس عندكم بكام. وبصوا بقى يا فنزاتي، وده شكل الاكل بقى بعد ما خلصنا. ايش هذا الجمال بجد، يستاهل كرشك يا بنت خالتي انت وهي. لايك بقى للفيديو وكومنت وشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.